مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. حذرت حركة سياسية جديدة أطلقت على نفسها اسم غلابة مما أسمته مفاجأة كبرى لحكومة الانقلاب في 11 من نوفمبر المقبل، وذلك ردا على موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة. وذكرت الحركة في بيان لها أنها قررت انتزاع الحرية بالقوة ولن تتوقف عن تحقيق ذلك الهدف، وأنها سوف تسعى قدما في ذلك الاتجاه لتطهير البلاد مما أسمته ممارسات الحكومة وإعادتها إلى سابق مكانتها بين الدول. وأشار البيان إلى أن الهدف النهائي أن يكون المصري عزيزا في بلاده. وينضم إلينا عبر الهاتف للتعليق على هذا الموضوع المتحدث الإعلامي باسم حركة غلابة الأستاذ ياسر العمدة. أستاذ ياسر، يعني لو تحدثنا عن حركة غلابة وأهداف هذه الحركة. اهلا استاذ فاضل. مبدئيا بس انا حابب اعلق على كلمه ذكرت. احنا ما عملناش وما اسسناش حركه غلابه نظرا او رد فعل لموجه الغلاء. احنا اسسنا حركه غلابه لنظرا او كرد فعل للظلم والقهر اللي مارسته عصابه الانقلاب على مدار ال3 سنين اللي فاتت. فبالتالي الغلاء ده جزء من مظاهر الظلم والقهر اللي بيعملوه على الشعب. نعم. مش السبب الرئيسي. تمام. فاحنا اطلقنا في الاول حمله اسمها مش دافع، واعتقد ان الكل سمع عنها في خلال الفتره اللي فاتت. بعد يومين ثلاثه وصلنا يمكن اكثر من 5-6 مليون مصري تجاوب بالفعل على الارض مع الحمله على اختلاف اشكال التجاوب. نعم. بعد كده احنا اطلقنا حمله ثانيه اسمها الحق فلوسك بالنسبه للناس الغلابه اللي شايله 10 ولا 20 الف في البنوك للزمن، مع اعلان حكومه السفاح ده على اعلان الافلاس المتوقع في خلال ايام، والتعويم للجنيه ده. حتى الناس الغلابه دي اللي له قرشين ولا بتاع في البنك اللي شايلهم للزمن هيروح. فده كان ثاني حمله. واطلقنا دعوه من ايام لاستكمال الثوره. نعم. لاستكمال ثوره يناير في 11/11 الجاي ان شاء الله. 70 يوم بتفصلنا او اقل من 70 يوم بتفصلنا على استكمال ثوره يناير وعلى موجة ثورية كبيرة احنا اطلقنا عليها ثورة. نعم. الغلابة. يعني استاذ ياسر، ما هي مظاهر الاستجابة التي حدثت لهذه الحملة؟ الاستجابة اللي حضرتك تابعت على صفحة الحملة مثلا او الحركة هتلاقي استجابة فوق ما احنا توقعنا من ناس هم بالفعل غلابة. وعلى فكرة بس انا عايز اصحح شيء عامل لبس عند بعض الناس. الغلابة مش الجعانين يا جماعه، الغلابه مش الناس اللي هي مش لاقيه تاكل، لا خالص. ده مصطلح قديم قوي، لكن احنا بنقصد بالغلابه ان كل المصريين اللي واقعين تحت الظلم والقهر. تمام. باختلاف انواع الظلم والقهر ده. يعني واحد هجر من بلده، واحد اعتقل ولي امره او ابنه، كل دول بيقعوا تحت ده. وطبعا اللي بيتعرضوا للظلم اليومي، ومن ضمن الغلابه دول الناس اللي هم يعني واقعين تحت ظلم مادي. نعم. وتحت ظلم اجتماعي. استاذ ياسر، يعني ما هي المفاجآت التي تتوعدون بها حكومة الانقلاب؟ هقول لحضرتك. الانقلاب واخد على استراتيجيه معينه كانت للاسف بتتم في خلال الفترات اللي فاتت في التظاهر والثوره. نعم. مسيرات بتمشي، الانقلاب بيطلع شويه البلطجيه بيضربها، بيموت 1 و2 و3 والمسيره بتتفرق وخلاص. تمام. وبهذا الاسلوب قدر يوطد فساده في البلد، وقدر يسيطر على البلد بقوه السلاح. احنا اسلوبنا هيكون مختلف تماما عن ده. هو مش هيلاقي ولا سلاحه هينفعه معانا، ولا مدرعات، ولا كل مظاهر الفساد والحقاره اللي استخدمها على الشعب المصري في خلال الفتره اللي فاتت مش هتنفع معانا. زائد ان ما عندناش ثوابت، يعني ما عندناش حاجه يقدر يقيس عليها ويبني عليها استراتيجيه بالاستعانه طبعا بالمعاتيه بتوعه وبتاع المخابرات. مهما هيعمل مش هيقدر يواجه اللي جاي، لان اللي جاي مش هيقوم بيه فصيل. احنا مش فصيل من الشعب، احنا قلب الشعب ده. الناس اللي هي ملهاش اي توجه ولا تنتمي لاي جماعه ولا حزب ولا كيان سياسي نهائيا. احنا خلصنا كل حاجه.
ياسر العمدة المتحدث الإعلامي باسم حركة غلابة، شكرا.